الأطفال في غزة والرجال الذين رأيتموهم عبر الشاشات لم تحرك ساكنا في هذه الأمة. هل ستحرك بهم خطبة جمعة؟ المشاهد التي نراها كأننا نشاهد صور متحركة عبر الشاشات، صور دماء وأناس يذبحون كالنعاج في الشوارع، وهذه الأمة ترقب وتنظر. أين غضبة هذه الأمة؟ غضبة هذه الأمة في الملاعب. وليت هذه الأمة غضبت لغزة كما غضبت في الملاعب قبل أيام. استشهد بالأمس 150 شهيد أمام أعين هذه الأمة. كم واحد من أمة محمد خرج في مظاهرة؟ كم واحد من أمة محمد خرج في الشوارع؟ غثاء كغثاء السيل. نحن لا نملك والله إلا الكلمات، ولا تملك هذه الأمة إلا الكلمات. وما وصلنا إلى هذا الحال الذي نعيشه إلا أننا والله لا نحسن في هذه الحياة إلا الكلام، وهم لم يحسنوا في هذه الحياة إلا قتلنا وإلا تدمير بيوتنا. ولكن أقول ختاما أيها الكرام، إن هناك سنة عظيمة، وهذه السنة هي التي تطمئن هذه الأمة، هي سنة الاستبدال. سنة الاستبدال. بالله عليك انظر إلى المسلمين وهم يرون هذه الدماء ولم يحركوا ساكنا. يأتي جندي أمريكي يحرق نفسه وهو ينادي الحرية لفلسطين والحرية لغزة، وقد أنبه ضميره بعد أن شارك في الإبادة في غزة، وقد حرق نفسه بعيدا على أنه كافر. قد حركته الإنسانية في صدره، وقد حركه الضمير في قلبه. ليت هذه الإنسانية بعيدا عن الإسلام الذي تطوفون به حول الكعبة. يا ليت هذه الإنسانية التي في قلب ذلك الأمريكي حركت فيكم شيء يا أمة محمد. ليت حركت فيكم. والله اليوم نحن لا نناديكم بالإسلام، نحن ناديناكم على المنابر بالدين وبالإسلام وبقال الله وبقال الرسول، فما حركت فيكم ساكنا. نناديكم بهذه الإنسانية في قلب ذلك الأمريكي.